زهقتي من وقفة المطبخ؟ الدنيا صهد ومش طايقة تعملي حاجة؟ تعالى اقولك، ولا هنعجن ولا هنفرد ولا هنستنى تخمر حتى. يلا بينا هنعمل البيتزا السائلة. تحفة جدا، مش هنحط ايدينا فيها ابدا. عايزة اقولك ان انت هتعجنيها بالمعلقة بس كده، ولا حتى يعني باي حاجة، باي ادوات، لا هي والله العظيم بالمعلقة وبس. عايزة اقولك الكمية اللي انت شفتيها دي عملت صينيتين بسم الله ما شاء الله من بواقي التلاجة. عايزة اقولك الحشوة مش هتتخيليها، الحشوة دي انا عاملاها في البيت، مش هتتخيليها انا محشيها بايه. عايزه اقولك مش هتصدقي ان دي بيتزا سايله. اللي هتشوفيها هيقولك انت عجناها وفرداها وسايباها تتخمر وايه، بيتزا عاديه، وكمان جايباها من بره. كل اللي انا هستخدمه 5 كوبايات من الدقيق بالظبط. 5 كوبايات يا جماعه، يعني البيتزا الواحده بتاخد 2.5 كوبايات دقيق. وكمان حطيت رشه من البيكنج باودر نص معلقه، وكمان حطيت معلقه صغيره من الملح، والتكايه بقى بتاعت افتكاسات لوكا. بصي بقى يا ست الكل، رشه من التوم البودر، البصل بودر، الفلفل اللهم صل على كامل النبي الاسود. تمام تمام. بعد كده هنجيب ماده سائله ميه، ولا بقى هنقول ولا لبن ولا اي حاجه ولا حتى لبن بودر. هنجيب كوبايتين، 3 كوبايات ونص ميه اقصد، وعليها معلقه كبيره من السكر، وكمان كيس من الخميره، وزي الفل يا ست الكل. نزلي بقى الخليط ده عليها، ونزلي بيضايه واحده بس. كمان يعني البيضايه دي اساسيه يا جماعه، ما نقدرش نستغنى عنها. بيضايه واحده بس، احنا ما تكلفناش حاجه، يعني ما جبناش بقى لبن ولا لبن بودر ولا الكلام ده كله. كل اللي احنا استخدمناه دقيق وبيضايه واحده بس، وبالباقي ميه وخميره. تمام. والباقي بقى توابل. عايزه اقولك ان احنا هنحط يا جماعه كيس هيخلي طعم العجينه دي في حته تالته خالص. هنا بقى حطيت 3 معالق من الزيت. هنا بقولك ان انا استخدمت 3 كوبايات ونص. وبرده عايزه اقولك الميه دي على حسب الدقيق الموجود، في دقيق بيشرب ميه اكتر، في دقيق بيشرب ميه اقل، على حسب. بص انا عايزه اهم حاجه سمكها زي ما انت شايفاها كده في ايدي. وكمان الكيس السر اللي انا حطيته يا جماعه كيس مايونيز زي ما انت شايفه كده. هنا بقى يا جماعه قبل ما انا ابدا في الخلطه اساسا في العجينه، اصلا كنت مجهزه الايه، الصوص، صلصه البيتزا التحفه دي. هنا كل اللي انا عملته جبت 3 معالق من الصلصه بتاعت المعلبه عادي، وحطيت ملح وفلفل اسود وتوم باودر بصل باودر، وكمان يا جماعه معلقه من الزعتر، معلقه صغيره. وعايزه اقول لك ان انا حطيت رشه من السكر بتوديها في حته تانية خالص، بتبقى صلصه بيتزا على ابوه يعني زي ما بيقولوها، صلصه بيتزا اصلي. تمام تمام. وهنا بقى تفردي بقى يا ست الكل. تمام تمام. عايزه اقول لك لازم الزعتر بيدي طعم تحفه للايه، للصلصه. هنا بقى دهنت بقى، طبعا اهم حاجه تدهيني الصينيه كويس جدا بالزيت، اهم حاجه تدهيني الصينيه كويس جدا. وبعد كده نزلت بقى عليها الخليط، قسمته على ناحيتين على 2، وبعد كده حطيتها مفيش يا دوبك 5 دقايق، اقل من 5 دقايق، لغايه بس ما مسكت كده. هي انا مطلعاها حطيتها في ما استنيتهاش تخمر ولا حاجه يا جماعه. انا يا دوبك نزلتها في صينيه، حطيتها في الفرن، يا دوبك مسكت نفسها كده، طلعتها حطيت عليها الحشوه. ركزي معايا، انا ولا بسيبها تخمر ولا اي حاجه. هنا بقى حطيت الحشو ايه يا ست الكل. عندي بقى بواقي فلفل تلاجة كان متفرز عندي بقى كان اللانشون اللي انا عاملاه كان 3 حتت لانشون. عندي بقى برضو بواقي كده كام واحده زيتونيه. بصي اديها ادي كده اللي عندك حطيه، يعني بصي مش لازم بقى فراخ ولا لحمه. انا عايزه اقولك والله عاملاها باللانشون اللي انا عاملاه في البيت. تمام تمام. هنا بقى كاتشب بقى ومايونيز، ويلا يا معلم ناكل. عايزه اقول لك ان انا بقول للبنات حطوا يلا عشان ناكل. ابوها بيقول لها لا ده لسه بتعجن. قلت له لا انا مخلصه من زمان كمان، ده انا كمان كنت بس بشطب المواعين. والله العظيم بتخلص في مينت. بصي ما بتاخدش معاكي، ولا بتسيبها تخمر، ولا بتعجني، ولا بتفردي، ولا بتحطي دقيق بقى وتفردي فوق وتحت والكلام ده كله، لا خالص. بصي على طول في الطبق كده ولفي بالمعلقه على طول. بصي والله ما بتاخد وقت.